الحكومة المصرية الحكومة الفاشلة، وانا هفضل دايما شايفها انها حكومة فاشلة ومش عايز حد يزاد عليا في الموضوع ده. انه طول ما انت مش عايز تعترف انك فاشل ومش عايز تقتنع انك فاشل، بتحط الشعب المصري باكمله في فشل ذريع. كل ما بيروح بيكبر وبيتسع اكتر من مكان عشان خاطر انت فاشل ومش عايز تقتنع انك فاشل. الحكومة المصرية نزلت قرار ان اي حد خارج مصر هينزل بالتليفون هيتحط عليه جمارك بعد 90 يوم. ليه؟ عشان انت كحكومة فاشلة مش عارف تأمن المداخل والمخارج اللي بتخش منها الناس ان كانت المطارات او غيرها، ومش عارف تقتنع ان الناس المسؤولين عن مداخل هم السبب في المشكلة. ان كانوا 50,000 او 100,000 هم اللي ماسكين المداخل والخوارج بتاعت مصر، هم اللي بيعدوا ناس وهم اللي بيدخلوا ناس. مش عارف تقول لهم انه انتوا المشكله وتحاول تحل المشكله، ورحت حاطط قرار على 10 مليون انسان ان اي حد مننا هيدخل مصر من خارج مصر باي تليفون هيتحط عليه ضرايب لاي تليفون يدخل بيه. ليه؟ عشان انت فاشل. انا كواحد مغترب سايب البلد وسايب ناسي وسايب كل حاجه وبشتغل وبتعب وشغال لوحدي وبتعب لوحدي وكل حاجه، انت كمان بتيجي عليا. انا كمغترب لو احنا 10 مليون مغترب فاحنا موفرين لك مش لا يقل عن 40 مليون انسان في رقبتنا. 10 مليون مغترب بنصرف على بيوتنا، بنصرف على نفسنا، بنصرف على كل حاجه. مش بنطلب منك دعم، مش بنطلب منك وظيفه، مش بنطلب منك اي شيء، مش عاملين لك اي مشاكل وسايبينك تعمل اي حاجه انت عايزها من غير اي مشكله. فانت كمان عشان شايف المغترب ما بيتكلمش في حاجه فرحت تيجي عليه وتحط ضرايب على التليفون. الواحد مننا هو معهوش الامكانيات اللي ينزل ب10 تليفونات او ب5 تليفونات. الواحد مننا لو نزل بتليفون مش بينزل بالتاني. لكن الناس اللي معاها فلوس ومعاها سيوله ورجال اعمال وانت عارفهم وتعرف تشوفهم وتعرف تحاسبهم، لكن للاسف انت مش عايز تعمل ده ومش عايز تصارح نفسك بده. الناس دي معاها سيوله وتروح تجيب تليفونات من بره وبتدخلها مصر. وانا معاك ان في ناس كتير بتدخل بتليفونات كتيره جدا بطرق غير شرعيه مصر، ولكن مش احنا كمغتربين. احنا ناس بسطاء، اللي بيدخل بتليفون بيدخل بالتاني. ليه؟ احنا ما معناش سيوله. الواحد مننا لو عرف يوفر تعبه في غربته في خلال سنه بيقول الحمد لله. لكن احنا معناش فلوس ندخل بكميات كبيره من التليفونات. لكن الناس اللي بتخش بتليفونات هم رجال الاعمال ورجال من رجال الدوله، هم اللي معاهم سيوله وعندهم ناس في المطارات وعندهم ناس في المداخل بتدخلهم. المشكله مش عندي كمواطن يا بسيط، المشكله عندك كحكومه مش عارف تحلها. مش عايز ناس تخش تدعي الوطنيه وتقول انك مش وطني. لا، احنا كلنا وطنيين وكلنا بنحب بلدنا وكلنا كمغتربين احنا واقفين جنب بلدنا في الصعب قبل اي شيء واحسن من اي حد. شقيت ام ابيت المغتربين واقفين جنب البلد في كل ظروفها ومش بنطلب اي حاجه من البلد. لكن مش عايز حد يخش عليا يقول احمد ربنا على الامان. احنا بنحمد ربنا على الامان وبنحمد ربنا على كل حاجه، وما نقدرش ننكر ان الجيش واقف جنب البلد الفتره اللي فاتت بمجهود جبار. ده احنا مقتنعين بيه وشايفينه. لكن الجيش حاجه واحنا الجيش مش حد تاني. الجيش الحكومه الفاشله اللي هي حكومه مصطفى مدبولي ماسكينكم قادنا 10 سنوات. قسما بالله لو قعدنا 50 سنه تاني لقدام هنفضل فشله وهنروح من فشل لفشل اكتر من الاول، بسبب انك مش عايز تقتنع انك فاشل وتحل مشكله. اللي بتاخدوها في القرارات اللي بتعملوها على البلد، في القرارات اللي بتاخدوها على المغتربين، ان المغتربين هم عصب الدوله. وكلكم بتطلعوا تقولوا في الاعلام ان المغتربين عصب الدوله. فما تروحش تيجي على المغترب اللي هو عصب الدوله اللي واقف جنبك قبل اي شيء وقبل اي حد. المشكله عندك وتعرف تحلها وعارف مين المسؤول عنها وعارف مين السبب فيها، وصارح نفسك بالناس المسؤولين رجال الامن اللي في المطارات واللي في المداخل بتاعه مصر يسيطروا بطريقه جديه وتصارحهم وتحط قرارات حاسمه ان اي حد هيكون مسؤول ان يدخل ناس باكتر من تليفونين او اكتر حسب ما انت تظبطها مع نفسك هيتحاسب. كده انت هتظبط الدنيا. لكن ما تجيش عليا انا مغترب بسيط سايب لك البلد وسايب لك كل حاجه ومسافر ومش بسالك على اي شيء تروح تيجي عليا. ده مش عداله وده مش صح. واللي بيجي على البسيط ربنا هيجي عليه. نتمنى تكون بلدنا احسن بلد في الدنيا، بس طول ما انت بتظلم البسيط ربنا مش هيقف جنبك ولا ربنا هينصرك. السلام عليكم، اشوفكم على خير.